زوجتي متطلقة على الإبراء أو خلعتني في المحكمة، هي المفروض تاخد أجر حضانة؟ قانونا لا تستحق المطلقة خلعا أو على الإبراء أجر الحضانة، لكن للأسف في قضاة بتحكم بأجر الحضانة للمطلقة خلعا أو على الإبراء. العمل إيه؟ العمل إنك ترفع دعوى مستقلة اسمها إبطال لأجر الحضانة، وساعتها تثبت إن هي متطلقة بالخلع أو متطلقة على الإبراء. بنقدم أحكام محكمة النقض، بنقدم أحكام بردك سابقة، وبنقدم نص القانون ذات نفسه إن المفروض اللي هي بتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية، وأجر الحضانة ده حقها هي بتاخده وهي نظير حضانتها للصغير، فالمفروض اللي هي متنازلة عنه ده مش من حق من حقوق الصغير. وبنثبت ده قصاد المحكمة وبتاخد حكم إن شاء الله بإيه؟ ببطلان أجر الحضانة، وبترفع دعوى استرداد بما تم أخذه بدون وجه حق، وبتطالبها بكل أجر الحضانة اللي هي أخدته منه. طيب يا أستاذة، هو أجر الحضانة أصلا بيبقى كام؟ بيبقى من رينج 100 جنيه لحد 500 جنيه، ما بشوفش أكتر من كده. أنت عايز تسقط ال 100 جنيه وأنت أولى بيها عشان عليك متجمد وقدره، مفيش أي مشاكل، نمشي في الدعوة. لكن لو أنت شايف إن ال 100 جنيه تمام خليها تاخدها براحتك، لكن أنا جاية أتكلم في القانون.